إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. لك الحمد كل الحمد يا رحيم الضعف ويا دائم الإحسان والرفق واللطف. لك الحمد لك الحمد ثم الشكر دون نهاية على نعم جلت عن العد والوصف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، تتوالى الأيام وتتوالى السنون ويحل بنا عام جديد ويرحل عام، وحالنا من أسوأ الأحوال. لقد تطاولت علينا الضربات المحطمة للكرامة. يتحدانا أعداؤنا، يتحدون شعور كل مسلم كل يوم وكل لحظة وكل ساعة بامتهان، باحتقار، بذل. كل دقيقة وكل لحظة نحن نتلوى تحت سياطهم، يجلدوننا كيفما شاءوا ونحن نتحمل لسع السياط ونتلقى الضربات. كما يتحرك كل من بقيت فيه حياة، يشعر بالعذاب والألم، ونشعر بالعجز والخزي والإحباط. هذا هو حال المسلمين وهم يستقبلون عامهم الهجري الجديد ويستقبلون السنة الميلادية الجديدة. فماذا تغير فينا؟ العدو مطمئن، العدو الآن ولا مرتاح ومطمئن علينا، مطمئن لأنه هو مفوق علينا، واصبح وثيق بأن الصوت ديالو ولا أعلى صوت. الصوت ديالو يخمد يسكت أصواتنا، يصول يعبد. الصهيونية تعبد وتزمجر، وعلى حساب قلوب المسلمين المحطمة، وعلى حساب قوى المسلمين المنهارة. اعتدى اليهود
اعتدى الصهاينة اليهود على أرض فلسطين كما تعلمون، فأضيفت فلسطين إلى قائمة ما ضاع من المسلمين، وضيع المسلمون الكثير. ميراث أسلافنا وأجدادنا اللي حملوا الرسالة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه البقاع، جاو الولاد ديالهم وفرطوا فيها وخلوها للصهاينة يعبثون بها. التحقت فلسطين بصقلية وبالأندلس يوم كانت حضارة المسلمين في صقلية وفي الأندلس حضارة تقود العالم كله. العلماء الكبار تخرجوا من هناك، والجامعات الكبرى كانت هناك، ففرط المسلمون لأن التاريخ كيعود نفسه ويتكرر. الأخطاء اللي وقعوا فيها هذوك اللي فرطوا في الأندلس وهي الآن مسيحية صليبية، وفرطوا في صقلية، وفرطوا في كثير من الوحدة ديالهم، هاهم الآن كيعودوا يوقعوا في نفس المشاكل وتنتزع فلسطين من يد المسلمين. الصهاينة الآن في قلب الأمة بحال السرطان، سرطان خبيث كينتشر كل يوم في الخلايا ديال الجسم ديال الأمة، يهدم البنيان، يعتدي على الممتلكات. اولا دخل وخرج الناس ديال فلسطين من ارضهم وانتزع منهم ممتلكاتهم، وخرجوا اللي مات واللي تشرد واللي راه لاجئ. سمعوا مخيمات اللاجئين يعيشون تحت الذل والهوان. استولى على الارض المسلمة الاسلامية وعمر بها ابناءه، جابوا اولادهم واسرهم وعائلاتهم بعد ما شردوا اصحاب الملك واصحاب الوطن الحقيقيين، واعتدوا على الاعراض، اعراض الناس انتهكت. فجاروا وهتكوا. ثم الاخطر انهم يعتدوا على القيم، على الاخلاق. جو وقلبوا للناس المفاهيم، ولا الكل تحت سيطرتهم، يفكر بعقلهم، يمشي وفق البرنامج ديالهم في الداخل وفي الخارج. والاخطر انهم زرعوا في القلوب الجبن والخوف والرعب. مليار المسلمين الكل يرتعش من حفنة ديال اليهود. وباو اللي بغاو على التملق على